هاي القصة من أخطر القصص اللي راح تسمعوها عن شخص نجا من أبو طبر بالعراق. لكن هل نجا منه بسلام؟ أكيد لا. هذا الشخص اتكسر جسمه بالكامل. فكمل المقطع للنهاية وراح تنصدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. اعرف الجو بارد فجيب لك شي تاكله او الشربه وخلونا نبلش. بس قبل ما نبدي لايك واشتراك ويلا. حاليا بطل القصة مالتنا يتكلم. أنا ساكن ببغداد وكان قبل بالسبعينات كنا عايشين بسلام والأمور جدا طبيعية إلى أن دخلنا ببداية السبعينات خيم على بغداد كابوس مرعب، وهذا الكابوس اسمه أبو طبر بعد ما كانت جرائم تنتشر بالصحف والجرايد العراقية، وكان بدون استثناء كل العراقيين خايفين ومرعوبين منه، لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، وبالأخص أهالي بغداد وتحديدا منطقة الكرادة. وكان أغلب أهالي بغداد يسوون نوبات حراسة بالليل خوفا من أبو طبر. وكنا عايشين ببيت أنا وزوجتي وبنتي فقط، ببيت يتكون من طابقين في أحد شوارع الكرادة في بغداد. وكان هذا الشارع من يصير الليل يفرغ وماكو أي بشر يمشي بيه ويصير كأنما شارع مهجور. وكنا بهذاك الوقت أنا وزوجتي جدا خايفين ومرعوبين من السفاح أبو طبر، وكان مسبب لنا أرق مرعب أنا وزوجتي وما أقدر أنام بسبب التفكير بهذا السفاح. وكنت من يصير الليل أظل سهران وأجلس أمام بيتي وأحرسه خوفا من أبو طبر. المهم راح تبدأ قصتي المرعبة والمؤلمة حرفيا مع أبو طبر، وركزولي على كلمة مؤلمة لأن راح تعرفون شنو أقصد بنهاية المقطع. في يوم من الأيام كنت جالس أمام البيت مالتي والساعة ب 12 بالليل والجو بارد جدا، وكنت حاط أمامي حطب من أجل أن أتدفى. الليل كان بارد ومظلم والشارع كان فارغ وما بي أي بشر ولا سيارة، وكنت لابس ملابس شتوية ثقيلة، وكنت كل 10 دقائق أنهض من مكاني وأفتر حوالين المنزل. وكان بجانب البيت مالتي بيت هيكل أو بعده مكامل. كان هذا البيت متروك وكل شوية أشوف خيال بداخل هذا البيت، وهذا الشيء يثير مخاوفي ويخليني أشك بأي شيء حواليه، وما أعرف هذا الشيء اللي أشوفه هل هو حقيقي أم دا أتخيله، لأن كنت بردان وجدا مرعوب وعقلي مشوش. وكل شوية أتخيل هذا السفاح أبو طبر يطلع لي من الظلام، لكن هي مجرد أوهام وعقل الباطن يوهمني بيها، وما كنت أعرف هاي الأوهام راح تصير حقيقة وراح تدمر حياتي وحياة عائلتي بالكامل. المهم أنا كنت أفتر بالشارع حوالين البيت مالتي، فتعبت من المشي ورحت جلست أمام الحطب اللي مسويه أني، ومرة هواية من الوقت واني بعدني جالس بنفس المكان، بس من البرد وهدوء الشارع بدأ النعاس يسيطر علي وما أعرف شنو اللي صار، وفجأة نمت. فمر الوقت ومر وانا نايم وما أعرف أي شيء، وفجأة قعدت من النوم وانا أرجف من البرد ولقيت الحطب طافي، واستوعبت أنا كنت نايم برا البيت بالشارع. نظرت للساعة لقيتها صايرة الساعة بالثنتين بالليل، فباوعت يمين يسار لقيت الشارع فارغ، فقلت ها هي خل اقوم واكمل نومتي بداخل البيت. لكن فجأة قبل لا ادخل البيت مالتي سمع الصوت جاي من اخر الشارع، فنظرت لنهاية الشارع لكن ما شفت اي شيء بسبب الظلام الدامس. ظليت واقف بمكاني وركزت شفت شيء يمشي بنص الشارع ويتقدم باتجاهي، فمباشرة قمت ونهضت من مكاني وتوجهت وختلت بالبيت المهجور اللي بصف بيتي، وختلت بيه ومطلع بس عيوني واراقب وانظر لهذا الشخص الغريب اللي دا يمشي بنص الشارع واترقب قدومه. وورا ثواني شفته يمشي ولازم بايده طبر، وبعد ما اقترب اتضحت الي ملامحه وشفت وجه مرعب وعيونه اللي تنبعث منها الرغبة بالقتل والدم، ومرسومة على وجهه ابتسامة مرعبة ومخيفة، وكان طويل وضخم جدا. وكانت المصيبة هو نفس المجرم السفاح ابو طبر، هو بدمه وبلحمه اكيد جاي لهذا المكان حتى يقتل احد. فانا بهذاك الوقت ارتبكت وقمت ارجف من الخوف. هذا الشخص اللي قتل وسوى مجازر بعشرات الناس بطريقه وحشيه حاليا دا اشوفه بعيوني وبنفس الشارع مالتي، فازدادت ضربات قلبي وانا كنت خايف ومرعوب منه. وشفته وهو كان واقف امام بيت جاري، وفجأة شفته سلق باب بيته ودخل بكل هدوء بدون ما يطلع اي صوت. لا الصراحه اللي دا اشوفه كان يرعب بهذاك الوقت، وكنت اقول بداخلي بس لا راح يقتل جاري، وهذا البيت اللي سلق له ودخل اليه معقوله راح يقوم بالشيء اللي دا افكر به. ورا دقائق ورا ما دخل ابو طبر لهذا البيت العجوز، وفجأة سمعت اصوات ضرب واشياء تتكسر وتتساقط على الارض، وصوت الصراخ كان جدا قوي. وبهاي اللحظات اتوترت والخوف اللي بقلبي صار اكثر واكثر، فقررت اطلع من هذا البيت المهجور وارجع ادخل البيتي. وهذا القرار اللي اتخذته لحد الان ندمان عليه. وطلعت من البيت المهجور وتوجهت لبيتي، والصدمة اشوف قدامي السفاح ابو طبر.
طلع من بيت الرجال العجوز. شفت الطبر مالته كان مليء بالدماء، وايضا بايده الثانية كان يحمل اموال وذهب قاموا بسرقتها من بيت العجوز. شفته قدامي وما قدرت انطق حتى بكلمة واحدة من الخوف، واختلطت مشاعر بمزيج من الخوف والارتباك والرعب، وكأنما انسحبت روحي من جسمي. وهو شافني وظل ينظر لي بنظرات وحشية ومليئة بالدموية، ولحد الان اتذكر نظراته وارجف من الخوف والرعب. بعد ما شافني صاح علي بقوة وظل يركض باتجاهي، وكان لازم بايده الساطور او الطبر، وكان مليء بالدماء الرجل العجوز. فصرخت بكل قوة من الرعب وركضت باتجاه البيت، وهو صار كلش قريب مني. انا بسرعة فتحت باب بيتي ودخلت وسديت الباب وقفلته، لكن اجت الضربة مع الطبر بالباب واخترقت الباب. الحمد لله والشكر قمت بقفل الباب قبل فوات الاوان، والحمد لله والشكر مرة ثانية انه اكو فوق الباب البيت مالتي حائط، يعني ما يقدر يسلق الباب ويدخل. فاخذت نفس بشق الانفس وانا جسمي كله يرجف من هذا الموقف المرعب. فوخر الطبر من الباب بقوة وصارت اكو فتحة بالباب، والمرعب بالموضوع باوعت من الفتحة اللي خلفها الطبر بالباب، وشفت عين دا تنظر لي. شفت عين المجرم والسفاح ابو طبر جاي ينظر لي من فتحة الباب، وسمعته من ورا الباب قال الكلام الآتي: ألزمك شنو تطير مثلا وجهك وعرفته. فاني من سمعت هذا الكلام المرعب والتهديد مباشرة ركضت ودخلت لغرفتي وسديت الباب وقعدت، والقلق ظل ياكل براسي، واعرف انه هذا الشيء ما راح يمر مرور الكرام، لان ابو طبر ما حد شايف وجهه وما حد يعرفه. والمصيبة الان انا شفت وجهه وعرفته، واكيد انا راح اكون على رأس القائمة المهددة حياتهم من قبل ابو طبر، وهو الان قام بتهديدي، فاكيد راح يرجع لي مرة ثانية ويقوم بقتلي حتى يخلص من اي دليل عليه. فقلت خل ارجع للباب وانظر للفتحة اللي سواها الطبر مالته واشوف هل لا زال موجود او راح. ورحت وانا اتقدم بهدوء ووصلت للباب الخارجية وخليت عيني بالفتحة ونظرت، فشفت من خلال الفتحة الشارع فارغ ومظلم تماما. فارتاح قلبي شوية وعرفت انه هو غادر المكان، لكن وبحركة مفاجئة باثناء ما دا انظر بفتحة الباب شفت عين صارت امام عيني مباشرة. فرجعت بقوة لي ورا وانا مصدوم وصرخت بكل علو صوتي من الصدمة: السفاح ابو طبر بعده موجود وما غادر المكان. وسمع صوته وهو يضحك ضحكة شر ومكر. فرجعت بسرعة لغرفتي، وبهذاك اليوم القلق والخوف ظل ينهش بجسمي، والليل كله ما نمته، واللي راح يصير ورا هذا الشيء هو اللي راح يدمر حياتي حرفيا. فمن اجى الصبح صعدت لسطح مال بيت مالتنا وباوعت، شفت الضباب بالصباح مخيم على الشارع مالتنا، لكن كنت اقدر اشوف من خلاله شنو الموجود بالشارع. ردت اتاكد هل لا زال ابو طبر موجود او لا، والحمد لله اتاكدت انه ابو طبر غادر المكان وراح. فقررت اخذ عائلتي اللي هم زوجتي وبنتي واغادر المكان بكل سرعة واسكن بغير مكان لفترة مؤقتة. فنزلت من السطح وقلت لزوجتي اللي صار، وحضرنا غراضنا اللي نحتاجها اللي هي الفلوس والذهب وخليناها بجنطة السفر، ورحنا بسيارتي لغير منطقة واجرنا غرفة بفندق نظل بيش كم يوم على ما يهدى الوضع، وبعدين ان شاء الله نرجع للبيت. المهم قعدنا بالفندق واستراحينا بيه، وانا كنت سارح بالتفكير وكنت بعالم ثاني، والخوف كان ماخذ حيز كبير من تفكيري. ومر الوقت باول يوم ومر تذكرت شيء كان جدا ضروري. تذكرت انا ناس الخاتم مالتي بالبيت، وهذا الخاتم كان ذهب وانا كنت وارثه من جدي، وقيمة هذا الخاتم عندي لا تقدر بثمن، ولازم وكلش ضروري اروح واجيبه. واللي خلاني انسى بالبيت هو الخوف والقلق. فقررت من دون تفكير ارجع للبيت بالسيارة وبكل سرعة اجيب الخاتم وارجع. فقمت ورحت لزوجتي وقلت لها اني راح اروح المشوار سريع وراجع، بس انا ما قلت لها رايح للبيت لان اكيد تخاف علي وراح تعارضني، لان هي ما تعرف قيمة هذا الخاتم عندي. ورحت وشغلت السيارة ورحت منطلق بشكل سريع للبيت. وصلت قريب من الشارع مالتنا، فركنت السيارة بمكان بعيد عن شارعنا حتى ما حد يحس بقدومي للبيت، ومشيت بكل هدوء وحذر الى ان دخلت شارعنا، ومشيت بالشارع الى ان وصلت لبيتنا. وبهالاثناء شفت بيت جار العجوز اللي قام بقتل السفاح ابو طبر. شفت بيته وهو مطوقين الشرطة بشريط مال جرائم، وامام البيت واقفين رجال شرطة 2. فحسيت بالامان وقلت اكيد ابو طبر ما راح يقدر يدخل لهذا الشارع بسبب وجود الشرطة. ورحت للبيت وردت افتح باب بيتي، بس الغريب
لقيت قفل الباب مكسور، ورجع راودني الخوف والقلق من جديد. ففتحت الباب بهدوء ودخلت للبيت، وانا كنت مطفي كهرباء البيت بالكامل، وقررت ما افتح الكهرباء، وانا كنت لازم بايدي كشاف او لايت وشغلته. واذكر انا خليت الخاتم مالتي بغرفتي مال النوم على الطاوله اللي بجانب السرير، فقلت ادخل بسرعه بالظلام واخذ الخاتم مالتي واطلع من البيت، لان راودني شكك وخوف وقلق بسبب كسر الباب مال البيت. فحضرت نفسي لدخول البيت بسرعه وحسبت 1 2 3، فانطلقت بكل سرعتي ودخلت للبيت، وبسرعة فتحت باب غرفة النوم وتوجهت للطاولة والكشاف بإيدي حتى ينور لي المكان. فوجهت الكشاف للطاولة، لكن الغريب ما لقيت الخاتم. دورت بالطاولة الثانية زين، هم ما لقيته. دورت على السرير وهم ماكو، وانا كنت متأكد انه لازم يكون الخاتم هنا بالغرفة. وبعد بضع دقائق من البحث بالغرفة شفت شي لامع دا يلمع من احد الزوايا تحت السرير، وادركت اني هو هذا الشيء اللي دا ادور عليه، الخاتم مالتي المفقود. فاحنيت ظهري ونزلت على ركب رجلي حتى اشوف الخاتم، ووجهت الكشاف تحت السرير. لكن الصدمة والمفاجأة شفت جوا السرير السفاح ابو طبر فاتح عيونه حيل ودا يضحك علي مثل المجنون او المختل عقليا. فصرخت باعلى صوتي من الخوف والرعب وابتعدت عن السرير وردت اهرب، لكن بحركة عجيبة وسريعة قام وطبق اسنانه علي وعضني بكل عنف، لدرجة انه قام بقلع لحمة من رجلي وظلت دماء السيل بالارض. بعدين برجلي الثانية ركلته بكل قوتي فترك رجلي، لكن كأنما الضربة ما أثرت بي، ومن دون وعي بسرعة ركضت وصعدت للطابق الثاني وهو بعده يلاحقني، وكان لازم بإيد الطبر. ومباشرة صعدت إلى سطح البيت وحاولت أغلق باب السطح وأقفله، لكن ما أحس إلا بضربة قوية وتكسر الباب، وانفتح بسرعة وانضربت بي وسقطت على الأرض. وبينما أنا كنت ساقط على الأرض شفت السفاح أبو طبر واقف أمامي مباشرة، وهنا عرفت إنه راح تكون نهايتي وشيكة. وشفت عيونه وهي تجدح شر وهو دا ينظر لي بيها، وتخيلت انه شلون دمائي راح تملي هذا السطح ويتركني هنا جثة هامدة. وانا كنت ساقط على الارض ودا ارجع لي ورا وهو يتقدم باتجاهي ببطء، وظليت ارجع وارجع الى ان طخ ظهري بالحائط. وهنا انا يأست، لكن لحظة ظل خيار واحد اسويه، واذا نفذت هذا الخيار ممكن انجو وممكن لا. فقررت اسويه بكل سرعة. بينما كان السفاح ابو طبر قدامي وهو كان ينظر لي مثل الفريسة السهلة قدامه، قمت بحركة اللي كلفتني الكثير من حياتي. بكل سرعة قمت ونهضت وتسلقت على حائط السطح وذبيت نفسي من فوق سطح البيت على الارض. الرؤية مشوشة وأشعر بجسمي ثقيل جدا، مع الشعور بالدوران وضعف بجسمي وألم حاد أشعر بيه بكل مكان بجسمي. ولاحظت أصوات أجهزة طبية من حولي، فبدت توضح الرؤية شوية عندي، وإذا بي أشوف نفسي بداخل مستشفى. لكن السفاح أبو طبر وين؟ ما صدقت الفرحة والطمأنينة اللي غمرتني بسبب النجاة من السفاح المختل عقليا. وتذكرت من آخر مرة ذبيت نفسي من السطح على الأرض فقدت الوعي، والسفاح ابو طبر ما قدر ينزل لي مرة ثانية ويقتلني بسبب وجود الشرطة امام بيتي. وانا ما كنت مصدق انه نجيت من سقوط من السطح، لكن للاسف ما نجيت بالكامل، كسرين بالجمجمة وعدة كسور بالحوض وبالقفص الصدري وبرجليه. والان انا عايش على كرسي متحرك. والله سبحانه وتعالى وهبني حياة جديدة. من الرغم من الآلام اللي دا احس بيها، لكن فهمت معنى الحياة. وبعد مدة سمعت بإلقاء القبض على السفاح ابو طبر وغمرتني سعادة ما تنوصف. ولهنا تكون انتهت القصة. اوكي شبابنا الطيبة، ولهنا وتنتهي قصتنا. اتمنى يا رب عجبتكم. اذا عجبتكم القصة اشتركوا بالقناة وحطوا لايك ولا تبخلون علينا. اشوفكم بالحلقات الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.